بسم الله الرحمن الرحيم، والله على ما نقول شهيد. لفت نظري إن أنا جالي أسئلة كتير في هل فعلا قناة السويس هتتباع؟ هل فعلا الكلام ده جد؟ حاجات زي كده، لدرجة أنا كان بيجي لي مثلا في اليوم مثلا 100 سؤال عن العلاج والدواء، وابني وبنتي وجوزي وأبويا وأمي عندهم كحة كانوا حوالي 100 سؤال، 200 سؤال، 150 سؤال. أنا فوجئت إن من ساعة ما اتكلموا في قناة السويس امبارح بس، أنا حتى عملت غرفة ولغيتها للأسف يعني. امبارح بس جالي اسئله ما عدتهاش، بس كلها في قناه السويس. هي هتتباع، هي هتتباع، فاستغربت قوي. حاجه استغربت منها يا جماعه، ده انتوا النيل. ما تزعلوش من اللي انا هقوله، انا ما بجرحش حد، انا زيكم، بس لازم نشوف نفسنا كويس. النيل اتبنى على مدار سنين سد بيحجبوا عنك وما تكلمتش، وعندك قياده كل شويه تقول لك لا، لن نفرط فيه، مش عارف، وانت قاعد ساكت. والملء الاول والملء الثاني والملء الثالث، وهنفضل كده. طب ايه سر اهتمامك في موضوع قناة السويس؟ انا قلت يعني عايز اريح نفسي، عايز الاقي لنفسي انا مبرر، مش لحضراتكم يعني، او مش للي سألني. فقلت يمكن الجين، يمكن مثلا المصريين جيناتهم حاسة ان دم اجدادهم استرخص وملا المجرى ده، وجثث اجدادهم اللي ما اندفنتش، اللي جرفتها الميه وهم بيحفروا القناه 8 متر عمق، 8 متر عمق في قرابة 160 كيلو. 8 متر عمق، عارفين يعني ايه؟ يعني كل شوية يحصل هيلينج، يعني التراب يقع، ياخد معاه اه كام جثة. انتوا عارفين اللي ماتوا في حفر قناة السويس اللي تم حصرهم، انت بتتكلم في القرن 19، يعني مفيش اي دقة في اي حاجة غير في الرسم اللي قدمه ديليسيبس علشان المجرى يمشي. ال10 سنين، عارفين اللي مات في قناة قد ايه؟ انتوا عارفين ان مصر في الوقت ده كان تعداد سكانها 4 مليون؟ بيقولوا، هم اللي بيقولوا ان مات اكتر من 125 الف. وانا بقول لكم لا يمكن، لا يمكن ولاد محمد علي وديليسيبس هيدينوا نفسهم. اللي مات من جدودكم واللي انسحبوا عبيد، عبيد ما عليهمش غير سترة واحدة، حافي اتجر من غيطه واتربط زي البهيمة، ها، واللي اعترض انضرب للموت في عبرة. انسحبوا الأعبيد يحفروا مجرى مائي للتاج البريطاني والفرنسا علشان يضمنوا رواح ومجيء التجارة، يضمنوا سيطرتهم على العالم. جدودك جدودك كانوا هم التمن. فقلت ياض، يمكن الجينات اتحركت، يمكن كل مصري خلى عنده دم، وجينه قال له خد بطار جدك، حافظ على تربة جدك. قناة السويس هي كانت مقبرة حرفيا. لما تحسب النسبة ما بين عدد السكان وما بين القتلى عمدا، لأن دول اتقتلوا
عمد مع سبق الإصرار والترصد لعدم وجود أي أدوات حماية. فلاح بفاسه وبغلقه. أمراض الدنيا مش عايز أقول لكم بقى بالبحث والمحص والفحص تبين إن كان في أوبئة في الوقت ده وأصابت الناس ومع الجهاش وكانوا بيرموا جثث تتعفن وفي جثث ما بتطلعش أساسا من الحفر بتتردم. أنا مش عايز أوصف لكم الوصف الدقيق لحفر القناة. الألم مهما اعتصركم مش هيصح فيكم حاجة. الألم يا مصريين مهما اعتصركم مش هيصح فيكم أي حاجة. انتوا المية اللي ربنا شرعها لكم اتسرقت منكم. لسه مصدقين النظام بإن ورا السد في مخزون. طلعت 1000 مرة أقول لكم ورا السد مفيش مخزون مية. ده غريا طينة طينة زبد متراكم وعلى الوش شوية مية. لازلتم بتستنوا تقرير وزارة الري. في أراضي كتير جفت وفي فلاحين ضاعوا وفي أراضي ضاعت. وما بتصدقوش الفلاح لما بيصرخ. انتوا بتصدقوا وزارة الري. يا ترى يا ترى اللي احنا فيه ده نتيجة ان القيادات والعسكر الخونة وبس ولا احنا مساهمين؟ والله مش عايز اقول لك ان العسكري الخاين ده هو ابني واخويا. ها يعني ما تزعلش مني. هو بس خد ثانوية عامة يعني ودخل ولا خد اعدادية واتطوع ولا هو عنده استعداد للخيانة. ما دام عنده استعداد للخيانة وعنده استعداد انه يعيش عبد يبقى الغالبية العظمى مننا كده وبلاش نضحك على بعضنا. بندخل انا وادم واحمد وناس كتير وناس كتير. ماما امبارح كان بيناقش في نقطة سبحان الله في غرفة بنتكلم كتير. المهم المهم هنقول ان الامريكان شداد علينا شوية والانجليز زيهم الفرنسيين والالمان والناس دي احنا مش قدهم ماشي. طب انت ايه رأيك في محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وتميم والناس دي كلها بتوع الخليج دول؟ ايه رأيك فيهم؟ اشد منك برضو؟ لو قلت كده هقول لك طب والحوثيين؟ الحوثيين مسحوا بكرامة السعوديين الارض ومسحوا بكرامة الاماراتيين الارض. وتميم ما قدرش يحمي نفسه الا بتركيا. ولا ايه؟ الكويت ما خدتش في ايد صدام ساعتين. طب لما انا اقول لك سيبك من الامريكان وسيبك من الفرنسيين وسيبك من الانجليز وسيبك من الكلام ده. انت يا مصري يا هزيل تقدر تقف قدام مصالح ولاد آل سعود وولاد زايد وألسان والصباح ودول ولا ما تقدرش؟ طب هقدر عليهم بإيه يا دكتور رياض؟ يعني أنا عندي طيارات. لا 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 لا. والنبي بلاش تهرب من كل حاجة وتعمل فيها كلب. بلاش تهوهو وتنونو. عيب عليك خليك بني آدم. هما الناس دول مش لهم مصالح في مصر وبيشتروا كل يوم. وهقول لكم ازاي هيشتروا قناة السويس. مفيش حاجة اسمها صندوق. انا هاجي في الكلام. ده شراء فعلي. تحويل ملكية. تقدر تقف قدام مصالحهم المنتشرة على أرض مصر اللي هي المشروعات اللي مساهمين فيها والعقارات بتاعتهم والمواني اللي خدوها اللي هم في الأساس في مخطط بيشتروها بعلم العسكر علشان تكون سند ملكية لليهود أو للصهاينة لما يبدأ الوطن الواحد. وانت ما تعرفش ان احنا هنبقى وطن واحد مع مين؟
الصهيونية هتفرض بعد الهيكل الثالث وفقا للمخطط اللي أنا بقول مش هيحصل. في ناس، مش كل الناس زيك، في رجالة، مش كل الرجالة زيك ليها دلدول، مش كل من ليه دلدول راجل، أو كل من حط شنب راجل، أو كل اللي اتكلم من ورا مايك راجل، أو كل اللي كتب على الشات راجل. لا، في رجالة. أنت بقى قاعد مستني الرجالة دي تعمل لك. طب إيه رأيك بقى يا مواطن؟ إحنا هنعمل لك وهنعمل اللي حاكمك وهنعمل للعرب، هنعمل لكم كلكم. بس خلوا بالكم بقى، خلوا بالكم. انا عايز اصنفك، انا عندي تصنيفك، بس انا عايز اوريك انا بفكر ازاي. عايز اصنفك الاول قبل ما ابني، او وانا ببني ابني بيك ايها المواطن الديوس اللي بتقول على نفسك كل شويه عاجز 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 عاجز. ما تنساش اشتغلوا علينا اكتر من 100 سنه. انت اللي بتقول يا دكتور من ايام عرابي واحنا ملناش جيش، وانت اللي بتقول يا دكتور التعليم والمرض. هو انا اللي قلت لك اسكت؟ وانا اللي قلت لك اسكت انت وجدك وابوك؟ اسكت من ايام عرابي؟ انا ما قلتلكش اسكت، انت ساكت. ابني بقى يا ترى بيك ولا معاك، ولا لازم اعتبرك منهم يعني ضدي؟ يعني لازم اعتبرك ايها المواطن الديوس عدوي. اوعوا حد يطلع يقول لي حرام تضغط على الناس وعلى الشعب، دول غلابة. مفيش حاجة اسمها غلبان، في حاجة اسمها إنسان مش عارف قيمة إنه بني آدم، يحمل أمانة، يحمل من قبس روح الله عز وجل نفخة. ربنا لما نزل قرآنه قال لك إن العبد القوي، المؤمن القوي خير عند الله. ربنا قال لك العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. انت واخدها دياسة، انت بتصاحب حد ببيت العمدة او حد من الغفر علشان يدوك الكيماوي بتاعك قبل جارك، لان انت معرس وعندك استعداد تبعت مراتك ها لبيت العمدة علشان الماوي وعلشان حاجات تانية تقعد في المجلس. مصيبتكم السودة ان انا استاذي جمال حمدان علمني انتم مين. كان لسه دكتور ادم بيتكلم في انتوا بتنسبوا نفسكم الحضارة وفرعونية وقلة ادب. يا جماعة اقروا احدث واخطر واقوى البحوث الخاصة بالدي ان ايه، قامت بيها جامعة في اليابان. واللي حضراتكم ما تعرفوهوش ان الجينوم ما بيورث، ما بيورث علوم. العلوم دي ليها مسارات تانية مختلفة. الجينوم بيورث رجولة، الجينوم بيورث رجولة، لكن ما يورثش. يعني انا مش لازم يبقى ابويا اينشتاين عشان اطلع انا نيوتن، ولا مش لازم يبقى ابويا نيوتن عشان اطلع انا اعمل النسبية. انتوا سمعتوا ان اي عالم خد نوبل ان ده بتأثير ان والده واخد نوبل وجده واخد نوبل وامه واخده نوبل؟ بطلوا خيبة، افهموا انتوا بتقولوا ايه. في فرق كبير. الجينوم، الجينوم بيورث حضاريتك. انت الى اي مدى متحضر بايه؟ متحضر يعني ايه؟ يعني حديث مودرن كلاسيك، ها يميني يساري؟ مم؟ لا، الى اي مدى انت تعلم وتدرك الهدف من وجودك في الدنيا. دي الحضارة.
والمولى عز وجل زي ما قال برضو الدكتور ادم، قال لك اوعى تميز، لا فرق بين عربي وعجمي الا بالتقوى. بالتقوى، ايه التقوى؟ يعني ايه تقوى؟ من خوف، هو ده اول المصطلح؟ لا، انت لما تتقي الله تلتزم حدود، تمتنع عن كبائر، تؤمن بان في حساب، تتقي الحساب، تتقي العقاب. ده معنى التقوى. هنا انت تبقى انسان، هنا انت تبقى خليفة لله في الارض. ما دون ذلك فانت هناك معاهم. والمولى عز وجل هو اللي قال ان سلة من الاولين وقليل من الاخرين. وبالتالي انا عايز اصنف الناس الموجودين معانا، مش بس على كلاب هاوس، الموجودين معانا على اراضي الوطن، على ارض الوطن، ارض الحضاره المكذوبه اللي انت بتدور وراها. حضارتك اللي بتدور وراها الغرب، والدنيا تعبت في انها تعرف ماهيتها وما عرفتش. بتنسب نفسك لايه يا متخلف؟ بتنسب نفسك لما هو غير معلوم؟ ولا دي حلوه؟ حلوه والله، انسب نفسي لغير المعلوم عشان الناس تحتار فيا. يحتاروا فيك ازاي؟ دول مخرمينك من كل حته. هو انت موجود اساسا؟ انت موجود؟ يعني احنا النهارده صلحنا، غورنا السيسي، ماشي، هو ده عقدتكم، غورنا السيسي، وده ما اسهل منه. ممكن ان احنا مين؟ قلنا لكم قبل كده احنا مين؟ ناس بنشتغل لله في معية الله، ونحسب اننا عند الله على صواب. السيسي احنا يمكن نكون سايبينه علشان هو بيحقق لنا احنا مصلحة، اللي هي ايه؟ ضبط جياعكم. ما انتوا هو جوعكم، لكن لو احنا شلناه انتوا هتاكلوا بعضكم وتاكلونا. فممكن الراجل احنا نكون قاعدينه غفير مثلا، سايبينه غفير لمرحلة ما، وانت متخيل وانت قاعد انا هصدق مثلا ما تطلع تقول الله عليك يا دكتور رياض وبتاع، وبعدين اول ما انا امسك اليغمه هقسم بقى واجيبك انت، تعالى خد لك منصب. يا راجل، يا راجل يا طيب، يا ابن العبيطه. مين ممكن يصدق بني ادم عايش في الدياسه بقاله قرون وتعود عليها، والناس نفخت فيه لحد لما الناس اللي بدأت تقول له انزل يكونوا من النظام. يعني دلوقتي اللي قدرنا نتأكد منه ان كل اللي ده على 11 من النظام. يا راجل، تصوروا من محمد علي نفسه، محمد علي نفسه من النظام. لا 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 لا. طب ده مش وقته، نفضي له وقت، لان احنا بنتكلم في قناة السويس. يبقى انا رضيت نفسي بايه؟ قلت الاسئله اللي جالي كتير قوي دي نتيجه ان المصريين جيناتهم حست بجدودهم اللي باعوا، او اللي دمهم بيروي تراب هذه القناه الى يوم الدين. وعلي هجاوبكم بما لدي من معلومات موثقه عن موضوع صندوق القناه وبيع القناه والهدف والرابط. اولا هو مطلب غير مباشر من البنك الدولي، من صندوق النقد الدولي، اللي هو اقرض مصر او وافق على اقراضها 3 مليار على دفعات. ال 3 مليار دول يا جماعه مش هيخش منهم دولار واحد خزانه البنك المركزي المصري، ان هم اقراض علشان اعومك، يعني علشان اخليك تدفع ديون واقساط ديون فقط. لكن هو تصريح او بيديك امكانيه ان انت تستطيع انك تاخد من محيطك 20 مليار دولار. هم 18 وحاجه، انا بقول يعني عشان نقرب الرقم، انت السيسي هياخد 20 مليار دولار. طب حلو اهو، انت زعلان ليه بقى؟ ده البلد هتتنغنغ. لا 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 لا. هو السيسي خد كام مليار دولار من ساعه ما مسك؟ ال 20 مليار دولار يا ولاد الناس الطيبين علشان السيسي يكمل المشروعات اللي بتستلزم وجود
الدولة الصهيونية. في مدن كاملة يا جماعة معمولة ما سكنش فيها بني آدم، في طرق كاملة يا جماعة معمولة على أعلى مستوى بتربط هذه المدن. كل الكلام ده يا جماعة تجهيز للدولة، تجهيز للدولة الصهيونية الثالثة، تجهيز لدولة الهيكل الثالث. طيب الطرق اللي اتعملت يا جماعة كلها مرتبطة بالحدود الشرقية المصرية مع طرق جاية من عند ولاد العم. الطرق والمشروعات والعاصمة الجديدة وكل الكلام اللي انتم شايفينه ده نقل العاصمة ده يا جماعة للتحكم أو كنترول مصر في مرحلة من مراحل احتلال مصر، أو يعني السيطرة على أرض مصر. عشان كده جه كل الإنشاءات في اتجاه الشرق، كل الإنشاءات والمشروعات واللي بتصرف في اتجاه الشرق، السويس، إسماعيلية، بورسعيد، سينا. ده للربط يا جماعة، لأن هم ما يهمهمش غرب النيل. ولاد العم سام ما يهمهمش غرب النيل. ولاد العم سام يا جماعة بيعدوا دلوقتي مشروع عشان بس إيه، طبعا هيطلع كده كام واحد يفرقعوا كام بومبة في مجرى القناة الملاحي، وبناء عليه هتصدر التعليمات ده بعد لما الصندوق ده يطلع وتتباع الأسهم. اللي جاي بقى إيه؟ واحسبوا عليا الكلام ده زي ما انتوا بتحسبوا عليا، ويا رب يطلع كلامي صح زي كل مرة. عارفين السور الموجود في الضفة الغربية ما بين الكيان الصهيوني وما بين الفلسطينيين؟ عارفينه الجدار ده يا جماعة بيعد حاليا عشان يتعمل جدار على الضفة الغربية لقناة السويس، لحماية قناة السويس، عشان نحمي استثمارات بتتعرض للمخاطر، ونحمي التجارة العالمية في مرورها من هذا البوغاز أو من هذا المضيق. طب لما يجي يعمل السور ده، هو اوريدي دلوقتي عامل سور اسمنتي ومتكهرب واسلاك شائكه وكلام من لا لا، هو مش هيخليك تشوف ميه القناه دي تاني. بس بعد لما الاسهم تتباع، ايه حكايه الصندوق؟ الصندوق واحد من الادوات اللي دعا اليها اللي بيسلفك، وخلى اللي بيشتغلوا تحته هم اللي جاهزين للشراء. يعني الصندوق واحد من الادوات اللي هتخلي الملكيه داخل الاراضي المصريه تنط من ايد العرب لايد الصهاينه وتبقى شرعيه علشان يدخل البلد. الصين بتعمل نفس الاسلوب ده على فكره. اما بتقرض بلد وما بتدفعش، بتحط ايدها على من الناحيه الماديه، بتحتل البلد. الصين بتعمل كده، ده امثله كتير قوي. عايزين نخصص لها غرفه نقول لكم كل قرض اديته الصين لدوله كذا خدت بيه ايه، ودخلت عملت ايه في الاداره في الدوله، واحنا عادي. يبقى نرجع نقول الادوات اللي بتستخدمها الصين، والادوات اللي بيستخدمها العم سام، والادوات اللي بيستخدمها الصهاينه هي ذات الادوات. السيطره على محيط دولة الهيكل. السؤال اللي أنا طرحته في الغرفة الماضية بس كانت غير مسجلة: الصين اللي دخلت علينا، رئيسها دخل علينا لا قضية فلسطين لازم تتحل، قبل يعني هو داخل السعودية كده إيه، أول ما دخل لا قضية فلسطين لازم تتحل. لا كده كفاية، عيب 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 يا ابن الوسخة، يا ابن الوسخة. أمال أنت ما حلتش مشكلة الإيجور ليه لما أنت قلبك على المسلمين؟ هم لسه معتقلين، وأنت بطلت بأيديولوجيتك انك تشوي المسلمين في ميانمار اللي هم الروهينجا. انت بتشويهم جاي بيحل لنا قضيه فلسطين. حلوه قوي، حلوه قوي، جميل. مضينا معاه بكام؟ مضينا معاه ب 1 تريليون دولار على الورق. حجم الصفقات الفعلي يتخطى 3 تريليون دولار. يبقى في حجه للضمانه. ايه ضمانه ايه؟ زي ما عمل اتفاقيه مع طالبان لضمان مثلث طريق الحرير اللي هو في قلب افغانستان. بيعمل الضمانه الثانيه لاستكمال طريق التجاره بتاعته اللي هي قناه السويس.
عشان يبقى كده ضمن المحاور بصفة أساسية. يا ترى ده ضد الأمريكان؟ يا ترى يا أولاد الأمريكان الكلام ده ضدهم، ولا في سياق من يدير الأمريكان؟ مش احنا قلنا زمان أمريكا في إدارة للأمريكان، الإدارة اللي بتدير العالم. طب الإدارة اللي بتدير العالم هي اللي أرادت إن الصين تبقى هي نمبر 1 بالنسبة للاقتصاد في العالم، وهي اللي حولت كل المصانع بحجة الأيدي العاملة الرخيصة. هي نفس الإدارة يا جماعة. طب الإدارة دي ليها أيديولوجية؟ إيه الأيديولوجية؟ الهيكل الثالث، هدف من الأهداف، هدف رئيس، التحكم في العالم. يعني الصين بتقوم بنفس الدور بتاع الأمريكان والغرب، والعرب بيقوموا بنفس الدور اللي كانوا بيقوموا بيه. نرجع بقى، هل الصين هتقف ضد مخطط صفقة القرن؟ هل الصين هتقف ضد قيام الدولة اليهودية الثالثة؟ هل انتوا يا مصريين بعد ما قلنا لكم مين عدوكم؟ العرب. السيسي ده حاجة كده على جنب. العرب يعني خدوا ده كله كده بالترتيب. العرب اللي بينفذوا الأجندة ضدكم، أجندة العم سام، أجندة الأمريكان، أجندة الغرب المستعمر أو المحتل، أجندة الصين دلوقتي، أجندة روسيا. تمام. انت يا مصري عندك استعداد تقف توقف العرب عن اللي هم بيعملوه؟ عرب الجزيرة والخليج العربي، او ما يسمى بمجلس التعاون الخليجي. يا مصري، يا مصري، العرب دول قلبهم عندك، فلوسهم عندك، مشروعاتهم عندك. ها؟ هل تقدر تجبرهم ان هم يبطلوا ضرب وقتل فيك؟ العرب دول هم اصحاب سد النهضة، وعلى رأسهم الكويت، على رأسهم، لكن كلهم مساهمين في سد النهضة. ركز ان هم بيشتغلوا لصالح المنظومة الصهيونية. العرب دول هم اللي بيجسسوا عليك. يا ترى، يا ترى العرب دول بيقتلوك حرفيا؟ ايوه. لما سيسي قال ما معيش استورد لقاحات، العرب اشتروا اللقاحات وجابوها لك وانت فرحان، جابوا لنا هديه. لا، بيقتلك يا ابن العبيطه، بيقتلك. السيسي والعرب عارفين ان اللقاحات قاتله، فبيدمر ال 120 مليون. العرب اشتغلوا على ملف الصيدله والصيدلانيه والدواء، دمروا الدواء في مصر، دمروه حرفيا. العرب اشتغلوا على مركز من اهم مراكز علاج السرطان، ما بيتمش، ما بيخلص، مش مطلوب. اشتغلوا امتى؟ لما احنا كشفنا كأمن قومي ان السرطانات دي كلها كانت من ايام تشيرنوبل، لما السادات جاب لنا الاكل المشع والاغذيه المشعه واكلها للشعب المصري. العرب دخلوا يسندوا، بيعملوا مركز لعلاج السرطان، ما تمش. العرب هم اللي بيبنوا للكيان الصهيوني الجديد. السيسي بيقول لك انا صرفت 4 تريليون ونص، انتوا عارفين انا بجيب منين؟ لا ده مش من الميزانيه. والله برافو عليك يا ابو محمود، برافو عليك يا ابو محمود. طبعا مش ميزانيه. ميزانيه ايه؟ هو في ميزانيه؟ الميزانيه انت الميزانيه. هو في حاجه اسمها ميزانيه في مصر؟ الميزانيه انت اللي بتقول مين يصرف ومين ما يصرفش، ولا ايه يا ريس؟ ولا ناس اتفاقاتنا؟ مش انت يا ريس اللي بتقول مين ياخد ومين ما ياخدش، ومين يقبض ومين ما يقبضش، ومين يشتغل ومين ما يشتغلش؟ حصل يا ريس ولا ما حصلش؟ ده حصل بينا وبين بعض قدام الناس، بشهاده الناس. بنطالب بحقوق للمراكز العلميه، قالوا لما نشوف الرئيس هيرضى ولا لا. يعني لا مؤاخذه، لا مؤاخذه الرئيس هيرضى ولا لا؟ هو الرئيس يفهم ايه في البحوث العلميه ولا في المراكز العلميه البحثيه ولا؟ وما رضيش الراجل، قال لك لا، في حاجات اولى. الاولى انه يبني لليهود. ابن سلمان بيبني نيوم وزلاين، والسيسي بيبني الناحيه الثانيه. كل المصاريف دي وكل الكلام ده وانتوا اتشغلتوا بترنوا صنافير. ترنوا صنافير ايه اذا كان الوطن كله متباع؟ ترنوا صنافير ايه اذا كان الميه هتبقى بفلوس؟ يعني ايه بفلوس؟ هتشرب لما احنا نشوف انك تشرب، هتزرع لما احنا نشوف انك تزرع.
انتوا المصريين عارفين عندكم قد ايه قمح؟ انتوا عارفين علشان يخش لكم مركب واحد قمح مطلوب ايه وايه وايه وايه، والسيسي هينفذ؟ وقمح بايظ، قمح مركون في الهند بقاله 3 سنين، هو اللي بيجهز لكم دلوقتي تحت ضوابط. وايه المره دي بقى الصين اللي تقول؟ يبقى نرجع نقول الصندوق اللي بيلموا فيه جميع ما يتم به الخدمه على المرفق، يعني كل الشركات وكل نقول عليها ايه، المؤسسات التي تخدم فكره الحراك البحري او الحركه البحريه في بوغاز قناه السويس او في قناه السويس، في مجموعه شركات كبيره كبيره. واعتقد ان اخويا ضباط في غرفه الغرفه اللي فاتت بتاع التكنوقراط افاض وقال لكم عدد الشركات، وجاب سيره الاراضي الزراعيه. انتوا ما تعرفوش القناه بتملك اراضي زراعيه من اجود انواع الاراضي وحجمها قد ايه. انا كنت حبيب مميش، صاحب مميش، فعارف المعلن وعارف غير المعلن. ممش كان قايل لي ممش كان قايل لي طيب هنبدا بالصندوق. عملنا الصندوق وحطينا فيه شويه اللي نقول عليه الشركات اللي بتخدم على قناه السويس، وهتتباع الاسهم للعرب برعايه الصين، ان ده داخل ضمن الاتفاق اللي راح مضاه السيسي في السعوديه من كام يوم في المؤتمر الاقتصادي الصيني العربي. احنا كل مؤتمر اعرفوا ان فيه وراه مصيبه. المؤتمر الامريكي الاسلامي في مايو 2017 القدس بقت عاصمه ابديه، هكذا قال ترامب بعد ما خرج من السعوديه على تل ابيب، بعدين راح ادى التمام للفاتيكان. المؤتمر ده بتاع الصين خلص. لا ده احنا لما نروح ناحيه الصين كل المخططات هتقف، مفيش الكلام ده خالص. المخططات ماشيه اسرع من الاول. طب لما نروح ناحيه الصين هيبقى لنا كلمه وكرامه ونعرف نقعد على الترابيزه. هتفضل يا روح امك تحت الترابيزه، هتفضل تحت الترابيزه وشالح جلابيتك. ده مقامك وده مقامك. تعالى بقى، لما احنا عرفنا ازاي هتتاخد قناه السويس، هتتاخد ببساطه. انا بملك اسهم لشركات خدمات، انا الاسهم دي عايز ابيعها، اللي انا عايزه ابيع. انا هضيف هضيف على النشاط، انا هعجز النشاط، اقدر اوقف القناه واقدر اضيف انشطه. مش التعديل في القانون اللي هو صدر سنه 75 بيقول لك ان يضاف امكانيه اضافه انشطه اخرى. هو انت جاهل؟ هو انت جاهل؟ انشطه اخرى لصالح مين؟ لصالح القناه ولا لصالح اصحاب القناه بقى في الوقت ده؟ قناه السويس طبعا مش قناه تلفزيون. لمين؟ يا شعب، يا شعب يا متدهول، والله ما احنا مستنيين منك حراك ولا مستنيين منك اي حاجه. ده انت مش عارف تظبط سعر كرتونه بيض. ده انت بتشتري رغيف وزنه 60 جرام بجنيه ونص وانت زي الجزمه، اقل من الجزمه. انت كل همك دكتور رياض، احنا سامعين قبض الشهر الجاي هيتاجل، هو ما فيش سيوله في البلد؟ مش دي الاسئله اللي بتجيلي دكتور رياض؟ حضرتك يعني يعني اجيب حتتين ذهب ولا احط الفلوس في ايه؟ دكتور رياض معلش، هو انا اقدر اوصل يعني يعني لحضرتك ازاي؟ علشان عايز اتكلم مع حضرتك يعني في موضوع كده، موضوع ان شاء الله اؤمر. والله يعني لو حضرتك مثلا تستثمر معانا
استثمر في ايه؟ اصل احنا تحت بيت ابويا لقينا مقبره، وعايزين نطلع الحاجه اللي فيها، بس محتاجه فلوس ونبقى شركاء. يعني اشتغل معاك في الاثار، ما هو خير ويعم يا دكتور. هم دول المصريين، كلهم قاعدين على القهاوي، الموبايل بتاعهم مليان صور آثار بيعرضوها على بعض، كلها فيك، كلها من أمن الدولة. تمام. تمام، لأن أمن الدولة هو اللي بياخد الآثار، أمن الدولة هو اللي بيشتغل في الآثار، النظام في مصر هو اللي بيبيع الآثار. فبيرموا هذه الإشاعات عشان تلقط ناس عندها آثار حقيقية. تمام. وبالتالي بتتم التجارة بالشكل ده. موضوع قديم منسقه أمن الدولة، وعلاء مبارك ضلع فيه، ضلع كبير جدا فيه علاء مبارك. وبعدين وبعدين إن شاء الله رايحين على فين؟ كلهم بنيته بقى، كلهم بنيته. انا ما اقدرش احتسبك معايا كمواطن. أه، طب طب خليني بص، استنوا. في واحد اسمه احمد علي، واحد اسمه ادم جبر، مظبوط كده؟ واحد اسمه ظباط بطبيعه عمله، صح؟ واحد تحت كاتب محسن، ماشي. انت عايزني تبقى معايا في ايه وانا ما اعرفكش اساسا؟ يعني انا ما اعرفكش، يعني انت ممكن تبقى انت ادم جابر او احمد علي او محسن او ميمو، وليك اسم تاني مدحت او حسنيه او عليا، وبتشتمني على الشات. هتنضم معايا في ايه؟ يعني احنا من الهبل ده ان احنا نصدق البلوزه بتاعتكم دي. طبعا انا مش بشخص، يعني ادم صاحبي، واحمد صاحبي، محسن صاحبي، ميمو صاحبي، ده انا بضرب امثله، امثله ظباط صاحبي، وعارفين بعضنا كويس. انا بضرب امثله، بضرب امثله. عايز تصاحبني في ايه؟ عايز تنضم لي في ايه؟ اذا كان انا بقول لك كل اللي دعوا ل 11 11 تبع امن الدوله المصري. اقول لك ايه تاني؟ اقول لك ايه تاني؟ اذا كان انا بقول لك من سنين ان محمد علي اول ما خرج من مصر كان في استضافه مين؟ راح اسبانيا ليه؟ لانه هو كان مقاول مع الجيش، ايوه. بعدين وكان بيشتغل في المشروعات بتاعت حسين سالم اللي في شرم الشيخ. حسين سالم مين؟ اللي كان بيدور فلوس مبارك، شريك مبارك، صاحب خط الغاز بتاع بتاع مصر واسرائيل. حسين سالم يا جدعان. محمد علي قاعد في ضيافه ولاد حسين سالم في واحد من المنتجعات في اسبانيا. يا ولاد العبيطه، يا ولاد العبيطه. طب ما انا خرجت قلت الكلام ده من اول يوم، ولسه الناس بتقول محمد علي قال. عارف ليه بقى انت بتعمل كده؟ ده مش عن جهل، انت نفسك تعيش اي وهم، بس المهم ما ينطلبش منك حاجه. عايز تتدارى ورا اي حاجه علشان انت مش راجل. ولما الواحد يكون مش راجل، يسمع مراته بتقول للعيال الرز خلص، ها، او ما عندناش زيت نقلي بطاطسايه، ياخد بعضه ويتسحب وينزل يقعد على القهوه، يستنطع على واحد في فنجان قهوه ولا كوبايه شاي ولا حجر معسل. انت كده، انت عارف بالظبط ايه المطلوب. لكن انت عايز تتدارى، تتوارى. طب وصلنا بقى ان قناه السويس هتتباع، هتتباع. طب هتعملوا حاجه؟ ما اظنش. طب مين اللي هيشتري عشان نطلع 200 امه؟ العرب. لصالح مين؟ الصهاينه والصين، عشان الصين تضمن تجارتها والصهاينه يضمنوا الدوله بتاعتهم. انا قلت لك اهو عدوك اهو. يا ترى حد منكم هينزل مثلا يقول ان العرب ما يخشوش مصر؟ ان مشروعات العرب في مصر ما يشتغلش فيها اولادنا؟ مش انت راجل ابنك مثلا بيشتغل مبلط ولا محر ولا كهربائي ولا هتمتنع عن انك تعمل في المشروعات بتاعت السيسي؟ ولا هتعمل زي الفلسطينيين اللي هم تبع عباس ابو مازن وابنه اللي بيبنوا لليهود المدن بتاعتهم؟ عرفت انت مين؟ شكرا. عايز اسمع شويه علشان انا هطق. عايز اسمع، عايز اسمع ادم، عايز اسمع احمد، انا هطق. اتفضلوا. بفكر اروح اروح انام انا كمان، ايه رايكم؟
شكرا. نتكلم بس انا بفكر اروح انام شويه يا اولادي اقفل المايك يا دكتور رياض بس عشان انا اتكلم. المهم كان في حاجات كده بنقولها فنزلت كده بجيب عيش، فقلت ايه اطرح الافكار اللي بنقولها ديت، وبقول ما اعرفش ايه وهيعملوا ايه، بس عشان ايه ما فسرش زياده. المهم ما ردش عليا الا واحد قال لي ولا حد الكبير بقى راجل عجوز، الناس الشباب اللي ازاي يا عم وما هيعملوا كده ليه المهم رد عليا الراجل الكبير اللي فيهم قال لي دي تنفيسه يا استاذ، ولا حد يسجل يعمل حاجه، وراجل كبير مكحكح كده بس جامد، يعني الظاهر ان هو شارب السمنه كلها بتاعت زمان. قال لي ده تنفيسه بس كده. اه والله العظيم كده اهو. طب معقوله اللي مفيش حد فعلا هيعمل حاجه ودي تنفيسه مجرد اللي احنا بنتنفسها كده؟ مانيش عارف بقى. وغلاوتك يا ام الراجل الكبير ده هو الوحيد اللي فاهم. وغلاوتك يا ام لو خدوا امهات المصريين وعرضوهم للدعارة على شبكات المصريين ما يتحركوا. شكرا. انا بتعجب الزمن، يعني في ايه يا جدعان؟ محدش فين النخوه وفين مانيش عارف. وانا طلعت اتكلم من قليل، انا وانا بتاع كلمات وكلام من ده ولا بتاع حواديت ولا حاجات من دي، غير لما تلاقي الناس نايمه كده العقل بقى ايه. انا كنت بحط ضربات كده جامده كده، بس مانيش عارف بقى ايه، بدات اخف شويه بقى عشان الحظرات والحاجات دي. اتفضلي بنتنا سالي، عندك حاجة عايزة تقوليها؟ اتفضلي. أنا بس بأيد حضرتك يا دكتور، فعلا المصريين مش هيتحركوا خالص، فعلا لو خدوا عيالهم ولا خدوا مراتاتهم مش هيتحركوا. في حالة من اللامبالاة غريبة مع ألم، يعني هم متألمين ومسحولين، ومع ذلك تحس ان هم أموات ماشيين على الأرض، تحس ان هم منزوع منهم شرفهم، كرامتهم. انت عارف لما الراجل يتاخد منه شرفه بيبقى ماشي عامل ازاي؟ هما كده بالظبط، كلهم راسهم في الارض ومتألمين ألم، وفي وشوشهم حسرة، بس ان هو خلاص، يعني ان هو شرفهم راح، ما عندهمش. هو فعلا الكلمة المناسبة، هم أموات ورجالة منزوع منهم شرفهم، فهتتكلم مع مين؟ هم خلاص اقتنعوا ان هم منزوعين يعني كرامتهم وشرفهم، فخلاص ما عندهمش حاجة يعملوها. كنت بجيب حاجة برضو وكلمت، فالراجل بيقول قبل يوم 11/11، اليوم اللي قبله على طول، عدوا على كل المحلات قالوا لهم اللي هيفتح بكرة هيتعاقب، يعني اللي هيفتح يوم الجمعة هياخد له غرامة كويسة. بيقول جاري اللي كان عنده قهوة ما كانش عارف، فنزل فتح، قام خد له 8000 جنيه غرام، وهو لا ليه في الطور ولا في الطحين، يعني هو بس ما كانش عارف ونزل فتح، خد 8000 جنيه غرام. فاللي هو متعلم عليهم صح الكسرة اللي في كلام الراجل الشاب، شاب هو ما كانش راجل، هو شاب، وكان في جواه قهر ومرارة وكسرة، تحس ان هم فعلا اتنزع منهم شرفهم وماشيين كلهم راسهم في الارض، لان هم عيالهم بيصرخوا، مراتاتهم بيصرخوا، ومع ذلك هم نفسهم بيصرخوا، ومع ذلك مش قادرين ينطقوا، مش قادرين يتكلموا، ومش عارفين. يعني مش عارفة بصراحة، الصورة اللي أنا شفتها، اللي أنا بشوفها كل يوم، هي دي اللي وصلت. اتفضل يا دكتور. طيب هل يمكن بقى مدام سالي لما نكون احنا مثلا احنا بندعي وبنجي وبنقول ان احنا بنبني بطريقه معينه وبنحل مشكله بلدنا بطريقه معينه، حضرتك شايفه ان احنا بالفعل نضم لينا الناس دي، ولا دول خطر علينا احنا نفسنا؟ والله يا دكتور، انا بعد اللي انا شفته امبارح ده، انا فكرت ان انا اغير الصورة بتاعتي واحط صورة الجوكر. حضرتك فاكر فيلم الجوكر اللي هو اضغط 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 هيجيلك انفجار مش ممكن تتوقعه، والانفجار ده هيكون ممتع،
للي عمال يعني يوزع انفجارات. فانت حكايه ان احنا نستبعد ان هم يكونوا قوه يعني ممكن نستغلها، لا. الناس ما اوعى تفتكر ان انت لما تضغط على حد وتدوس على رقبته قوي ان هو هيفضل مستمتع بضغطك عليه. هو مستني الفرصة اللي لو اتمكن فيها، ده البني ادم العادي، انا ما اعرفش بقى المصري هيبقى احمد ازاي، اللي لو اتمكن فيها هياكل الاخضر واليابس، اللي هو زي الجوكر بالظبط، زي فيلم الجوكر اللي كان متذاع من كلامك مظبوط جدا. لما تضغط تضغط تضغط، الانسان ده اللي هو ما بيحسش الا بالستريس باعلى مستويات الضغط ده، اول ما هينفجر يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده صرع هتجيله كريزه، ما يصلحش اساسا انه يعمل حاجه غير انه يدمر كل حاجه حتى نفسه. ايوه دي حقيقة، دي حقيقة. تفتكر الشعب اللي تعمل فيه كل حاجة دوت يعني ممكن حاجة تحركه؟ يعني بيتهيألي مش عارف. يعني ممكن الجوع هو اللي يعني، أو امتناع عنه حاجات، أو مانيش عارف ممكن يحركه إيه. مش قادر أتخيل بصراحة. جوع ايه حضرتك؟ حاجة الناس غريبة. بتتسحل حرفيا، الناس مسحولة حرفيا. انت جوع ايه؟ احنا عدينا مرحلة الجوع، خلاص وصلنا عدينا. لمرحلة تانية في خالص. ناس ما بقتش تاكل كل حاجة أصلا، الأكل لا الطبيعي ما سيبك لسه من بتاكل. الاكل، سيبك من الاكل، انت بقيت بتشتغل علشان تدفع التزامات. لسه واحدة عاملة فيديو كنت سامعاها على الفيس، فاتحة محل في اسكندرية الظاهر بتبيع سجاير، بتقول لك عروسة السجاير بنكسب فيها 25 قرش. العروسة نفسها، عروسة السجاير إزاي ده؟ معرفش فيها كام علبة، بيكسبوا إزاي فيها ده؟ 25 قرش. لا تقول لا، لك سيبك من ازاي الكلام تعمل ده. عليا ضريبة الكترونية وما عملتش على امان؟ طب ده انا بكسب لا ايه لا لا عشان لا، تدفعني هتلاقيها بتكسب الذمة؟ يا إما 125 قرش يا إما 2 جنيه 25 هي قرش. قالت كده، انا اللي سمعته منها، العلبة. هي ادرى، لا هي اللي لا، بتبيع وهي ادرى. أكتر حاجة بتكسب البقالة. البقال دوت يعني بيكسب على كل 4 بيكسب ايه جنيه بيكسب جنيه. حضرتك؟ البقال كل مكسبه انه ممكن يسحب اكل، يعني يسحب اكل لنفسه، ياخد علبة صلصة، ياخد كيس مكرونة. انما البقال بيكسب. حضرتك عارف البقال بيدفع قد ايه كهرباء؟ حضرتك عارف بيدفعوا قد ايه ايجار؟ والله النبي، أصل حضرتك أنا عارف مجرب بيدفعوا قد مجرب ايه أجيب حاجة. للبضايع دي؟ أنا مجرب أجيب حاجة من بتاع الجملة، ومجرب أجيبها من البقال. بجيبها إزاي؟ أنا مجرب الحاجات ديت. ماشي، ما بيكسبش بتلاقي زي ما يعني حضرتك باكو فاكر. قد الشاي ايه نفسه. علبة الشيبسي؟ كرتونة الشيبسي بتكسب فيها كام؟ 5 جنيه؟ حد بقى بيشتري شيبسي أنا نتكلم يا دلوقتي؟ ما بجيبش جماعة، أنا نتكلم في ما بجيبش الشيبسي وفي الشيبسي من عند السجاير يا بتاع جماعة. الجملة بس. يعني ده خلاص، ده اللي احنا قادرين نتكلم فيه لا انا حاليا، نتكلم في بتكلم كرتونة ان البسكوت أو انت حاجة حتى بتوفر لو لك فاتح محل تكاتك. عادي طب انت بتعاني، انت بتشتغل مش عارف تعمل لنفسك، تدخل لنفسك، تجيب حتى فراخ ولحمة وبتاع، مش هتعرف. بقولك الست بتعاني، يا بتصرف عم، من ما عادش الالتزامات ما اللي عادش عليها حد عشان هي بياكل. فاتحة محل، ما عادش حد وهي بياكل مكسبها الأكل ضعيف. كله. مش في انا بتكلم حاجات في السجاير ومش في السجاير. في حاجات بقت من الممنوعات. السؤال يعني نفسي هنا بطلت سجاير، أعمل إيه؟ السؤال هنا بقى، أنا شايف اللي برضو في، آه. يعني أنا عارف اللي الشعب مقهور، وفي ناس نايمة تحت اللحاف، وفي ناس مش لاقية تاكل. تمام، بس أنا برضو مش عايز أجي على الشعب برضو، يعني وكلنا نحط عليه. لا، في ناس كويسة دلوقتي. هل أنت المواطن اللي موجود في مصر حاليا لما بيقعد مع جاره وبيقعد مع الراجل اللي بيشتم السيسي ليل نهار ومش لاقي ياكل ومش لاقي ياكل ولاده، هل انت لما اتكلمت مع المواطن ده وقلت له ايه الحل، او احنا ما بننزلش ليه، او انت ما بتنزلش، حاولت مره تفهم الراجل ده ما بينزلش ليه؟ ولا هو انت فاهم ضرب 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 ضرب؟ ما هو حضرتك برضو مش مستوعب المواطن ده بينزل ليه لغاية دلوقتي. لان انا لوحدي وانت لوحدك وده لوحده وده لوحده، كل واحد لوحده. كل واحد خايف لو ينزل اللي في ظهره يجروا ويسيبوه، محدش هينزل معاه. مفيش اتفاق، انت ما تقدرش تتفق مع حد لان انت ما انتش عارف هتتمسك ازاي. اللي بينزل ده هينزل لان هو خلاص هو ميت، فبينزل لان هو ميت خلاص، هو عارف ان هو ميت. الست دي لما عملت الفيديو قالت لك انا عارفه ان انا هتاخد، بس انا لا عندي ام ولا اب ولا زوج ولا ولاد، فمستبيعه. هل انت كم واحد في مصر مستبيع؟
كام واحد في مصر مستبدع؟ على فكرة احنا من كتر الفقر انت غصب عنك كله بيعيل كله، اللي هو ما فيش حد عايش منفرد دلوقتي، كله تكافل اجتماعي. الاهالي يا باشا، انت تخيل لما تبقى ام واب طول النهار بره، ويبقى النتيجة عيال يقتلوهم لان هم باظوا، لان مفيش حد مراقب، مفيش تربية. وبتقول لي اذا كنت انت ضناك، انت فاكر ان انت سايبه عشان هتجيب له لقمة، فمبارك انت بتضيعه، لان انت مجبر ان انت تخرج وتسعى وتشتغل، مجبر اجبار. وهل شغلك ده بيفيد عيالك؟ لا، عايش تحت خط الفقر برضه. عشان تعيش تحت خط، عشان جسمك تعيش طب لبكره. الحلول ايه بقى؟ لا، هو انا اللي انا شايفاه قدامي بصراحه هو فيلم الجوكر، الانفجار. انما ما تقوليش فيه حلول، انا مفيش شايف حلول. برضو الانفجار ده يعني اتي لا محالة منه، يعني بعد بقى ايه، في الاول ممكن الناس تقلب بعضها يعني تقليب جامد قوي لا يعني. لا لا لا، عدينا المرحله دي، كانت موجوده زمان وخلصت خلاص. مفيش حد بقى يعني في حياته حاجه يعني تتقلب. التقليب ده هتقلب انا مين؟ بسمع بقول ان لحضرتك. الحرامية، بسمع ان الحرامية معلش لاقيين حاجة يسرقوها اصلا، لا، الدنيا بقت مفيش نظيفة. مفيش حضرتك، انت الناس بقت دلوقتي اموات. احنا عايشين، لا ما تقولش كلمه عايشين، الناس كلها في مصر اموات، والشباب منزوعين زي ما انا قلت بالظبط. هو دي الصوره، اللي يشوف غير كده بقى ده اللي هو بقى طب شايفه مبرشم بقى وبيضحك الحيوان وبيهزر ومش فارق معاه حاجه. الحيوان السيساوي اللي قاعد تحت يسمعنا دوت، هو فاكر نفسه معاه لا لا، فلوس بص يا فندم، مفيش حاجه وفاكر بقى نفسه اسمها يعدي من الموضوع تساوي دوت. ومش ها؟ تساوي. انت دلوقتي عديت المرحله دي برضه. هو السيساوي دوت يعني مش بيدفع، ولا هو لا لا، ولا انا هو ولا بكلمك هو انت، مستثنى؟ خليني اكمل لك. يعني هو فاكر ان معاه فلوس هيعدي من الموضوع كده، ده انت تتقلب انت وبيتك وعيالك وكل حاجه تتقلب فيك، لا، انا عايزه اقول تفكرش انك لحضرتك هتعدي من الموضوع ان دوت. اللي فاكرين ان هم معاهم فلوس عشان هم من طبقه المرضى عنهم، اه. اقول لك امم ان هم مرعوبين، لان هم عارفين ان ما انا هم بقول لك، ما انا الناس بقول اللي لهم اهوت ما تخافش دول انك ناس هتعدي. عليهم كده. اكمل بس. دول ناس ماشي. عليهم اضاءه. الناس اللي هم تحت معية النظام، تأكد ان هم كل الناس. تخيل انت قاعد في وسط ناس جعانة، هم باصين لك، انت ما بتشتكيش، انت بتروح السوبر ماركت بتشيل، انت مش عارفه ايه، ما عندكش القهر اللي عندنا. تسمع الفيديو بتاع الست ده تقول لك اشمعنى امان، اشمعنى مش عارفه ايه، وهم لا بيدفعوا عماله ولا بيدفعوا نظافه ولا بيدفعوا مش عارفه ايه ولا بيدفعوا معنى كده ان هم تحت ايه؟ تحت الاضاءه. دول اول هو ناس بعدين في الناس كمان الجعانه كميه هتجري عليه. فدول اسمعي، اول ناس، فدول اكتر ناس مرعوبين. في حسب الكم بقى والعدد، لو الكم كتير ده بيبقى الموضوع خطر، انما لو الموضوع قليل بيتشالهم، يعني اللي معاه هيدي اللي معهوش، انما لو كتار بقى هو اللي معاه ده هيدي لمين ولا لمين، على رأي اللي بيقولوها، ولا ده لو قاعد على بنك او قاعد على مطبعة فلوس مش هينفع. خلاص اكلمك عشان ناخد الشيخ عمر برضو معانا. ماشي. لا، هو ما عادش حد معاه حاجه عشان يديه لحد خلاص. احنا برضو عدينا المرحلة دي. بقى اللي معاه خايف يقول ان هو معاه. عايزني اقول ان انا معايا عشان ابقى متشافة؟ لا، كله بيداري نفسه، كله عايش بقى ماشي مع الزومبي. احنا بقينا زومبي وكله ماشي مع الزومبي. ماشي، لو كده ناخد الشيخ عمر، لو عايز نرجع لك تاني مفيش مشكلة. اتفضل يا شيخ عمر. السلام عليكم ورحمة الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة حياكم الله الله، وبركاته. أسأل الله أوقاتكم. أي حل جذري في أي دولة من دولنا الإسلامية، فالحل الجذري له عدة طرق. الطريق الأول، يجب أن نعلم أن هذا الأمر هو بيد الله سبحانه وتعالى، وأصابع الملوك والملوك هي بأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هؤلاء الذين نصبوا علينا بالقوة، هؤلاء هم بيد الرحمن يقلبهم حيث يشاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. أنت اليوم أمام جيش وجنرالات في ظل هذا العهد والنظام أصبح لهم مكاسب. هذه المكاسب طائلة، أموال طائلة،
أصبح كل واحد منهم دولة بكاملها. كل رجل من هؤلاء الجنرالات، كل الشركات والمواد الغذائية ومقدرات البناء وغير ذلك كلها هذه بأيديهم. هؤلاء لا يسلمون إلا بالقوة. لا يمكن لأي كائن كان، إخواننا وشعبنا وأهلنا في مصر، لماذا لم يخرجوا في 11/11 يا أخوان؟ وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يقتل أو يراق دم هؤلاء ثم يوضع كمية إضافية في السجون ويقتل من يقتل ولم نفعل شيء. أنت اليوم أمام جيش، أنت اليوم أمام أجهزة مخابرات، أجهزة أمنية، أنت اليوم أمام مخبرين في كل الأحياء يخبرون عن كل همسة وكل نفس يتنفسه أي مصري ينقل إلى الأجهزة الأمنية. أنت اليوم في ظل هذه البوتقة. نعم الله أكبر منهم، نعم الله إذا أراد في لحظة أن ينسفهم نسفا، لكن عندما نريد أن نقوم بأي عمل يجب أن هذا العمل يكون مدروس. مثال على ذلك، هناك طرق عديدة. هناك طريق يجب أن تكون هناك فئة تخوف المسؤولين، تخوف جنرالات الجيش بأسمائهم، توضع أوراق سوداء يكتب عليها أسماء هؤلاء بأنك انتظر يومك آت، انتظر إنك ستقتل. فئة تقوم بعمليات نوعية فقط ضد هؤلاء في منازلهم وفي مواقع أعمالهم إن أمكن ذلك. هناك طرق عديدة من أجل قلب هذا النظام المجرم، لكن يا أخوان أن نطلب من أهلنا في مصر الذين لا قدرة لهم، نقول لهم يلا اخرجوا في 11/11، اخرجوا في هذا الوقت، هذا كلام هراء يا أخوان. وقلنا ذلك كثير، أن هذا الأمر لا يستقيم إلا بفئة مؤمنة قامت من أجل الله وعلى الله وبالله، وهي هدفها إنكار المنكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يجب أن ندرس الأمور يا أخوان ليس بعشوائية وليس بكلام مرسل، إنما يجب أن نزين الأمور بميزانها الواقعي، نتعامل مع الواقع. نعم هناك عدة طرق، ولكن أين هذه الفئة؟ نريد هذه الفئة التي تنظم نفسها وتقوم بواجبها أمام الله بتخويف هؤلاء فقط. الأسماء، كل الجنرالات وكل المسؤولين وكل الوزراء الذين تلطخت أيديهم بالدماء والذين سرقوا ونهبوا، هذه إذا قامت هذه الفئة بهذه الأعمال سيخافون جميعا. منهم من يهرب خارج البلاد ومنهم من يبتعد ومنهم سيكون الأمر جدي. عندما تقتل 10 أو 15 من هؤلاء يكون الأمر جدي، تخيف البلد بكاملها بهؤلاء. هناك أمور كثيرة من أجل التغيير، لكن ليس بالدعوة إلى التظاهر، وهذا خطأ يرتكب. فنرجو أن يكون كلامنا إن شاء الله لوجهه تعالى خالصا. حياكم الله. تحياتي لك يا شيخ عمر. أستاذ رياض، تكمل حاجة تاني ولا؟ أنا عايز بس أثني على كلام شيخي وحبيبي الشيخ عمر، ربنا ينفعنا بيه دايما يا رب. وعايزين نقول فكرة دعوة وإنك تنزل وما تنزلش. أنا بسطت لك الأمور، بسطت لك، قلت لك عدوك أهو. عدوك هو العرب اللي بينفذوا أجندة على أرضك، اللي بيفككوا أرضك، اللي بيحتلوا أرضك لصالح غيرهم، اللي بيشتروا بأسماء غيرهم. حضرتك أنا بسألك، ابنك هتمنعه يشتغل في مشروعات العرب؟ طيب مشروعات العرب دي انت هتسيبها تكمل؟ طيب سفارات العرب دي مش معروفة؟ سفارة دولة الإمارات اللي انت عمال تقول الإمارات بتدمرنا، الإمارات بتدمرنا، وأبو سعود وآل سعود وآل ثاني وتميم مش السفارات دي معروفة؟ طيب هل احنا بنقول نروح نحرق سفارات؟ لا، ما تروح تقف قدام السفارة الإماراتية ولا القطرية ولا السعودية لو سمحت، لو سمحت.
شويه المحامين المعرصين اللي نزلوا عشان مكاسب فئويه تخصهم عشان يسكتهم السيسي، هم مالهمش صوت اساسا، بس هو بياخد فئه فئه كده. اصل المحامين بيقول لك ايه، الله، طب الضباط ومتنعمين، والقضاه متنعمين، والجيش ومتنعم، والمخابرات ومتنعم، طب انا راجل محامي، فين دوري؟ ياخد المحامين يديهم شويه امتيازات فئويه، بعد كده المهندسين، وبعد كده الاطباء، عشان الكل يخرس. يا ترى شويه المحامين المعرصين، نقابه المحامين المعرصه بكل من فيها، ممكن حضرات الساده المحامين تروحوا تقفوا يا ولاد الوسخه، يا ولاد الوسخه، دي قيمتكم، قيمه القضاء والمحاماه المصريه تحت جزمتي، انا عارفهم كويس قوي قوي. تقدروا حضراتكم تمثلوا هذا الشعب البائس المستعبد، بحكم ان انتوا بقى لسان حال الحريات، وانتم القضاء الواقف يا ولاد الوسخه. تقدروا تلموا بعضكم كده حضرات الساده المحامين الاشاوس، وتروحوا تعملوا لنا وقفه قدام السفاره الاماراتيه، وتقولوا لهم كفايه شراء في مخدرات مصر؟ تقدروا؟ ما اظنش. تقدروا تروحوا تقولوا لهم كفايه تجاره في اعضاء المصريين؟ افتح لكم ملف تجاره العرب في اعضاء دي المصريين. دي فئة المخنثين يا دكتور رياض، معلش بس اللي انا بقطعك بيها، دي فئة اه المخنثين. ليه بقى؟ اقول لك ليه. معلش اديني بس المايك نص دقيقة. اقول لك ليه دي فئة المخنثين. الناس دي موجودين في مصر على طول العمر، تمام؟ شافوا السيسي قتل الناس في المادي، وباع النيل، وباع الجزر، وباع الغاز، ودمر الاقتصاد، ودمر الصحة، ودمر التعليم، ودمر الدين، ودمر كل شيء، وما اتحركش. اتحرك امتى بقى؟ اول ما السيسي الكافر جه قال لك الفاتورة الإلكترونية. اول ما جيبه بدأ هيوجعه وهيبقى عنده مشكلة في جيبه، نزل. طب ما انت نزلت في القاهره، ونزلت في اسكندريه، ونزلت في المنوفيه، تمام، ونزلت باعداد، معنى كده ان انت كنت قادر تنزل. فهو ما عندوش مشكله، هو مخنث موجود في الوطن، تمام. هو ما عندوش مشكله، السيسي بيع واعمل اللي انت عايزه، بس ما تجيش جنب جيبي، تمام. يعني اعمل اللي انت عايزه، بس اول ما جيبه بدا هيتاذى نزل، وما نزلش يقول للسيسي انا ضدك عشان انت دمرت البلد، ولا دمرت الاقتصاد، ولا دينتنا، ولا خربت البلد. لا، ده هو نزل يقول له اعمل اللي انت عايزه، اقتل واسجن واعمل كل حاجه وبيع، بس ما تجيش يم جيبي، بلاش الفاتوره الالكترونيه دي. انا مع السيسي في فشخهم، انا عايز الكل يبقى سواسيه. اتفضل يا دكتور رياض. تمام يا مامو، شافوا كتير، وهم المفروض المحامي ده يا جماعه، او فكره الوظيفه دي من ايام الرومان، هي القايمه على ان البني ادم اللي يشوف خطأ او ظلم، فيتبارى من تلقاء ذاته للمطالبه باصلاح هذا الخطأ. وكان في الأول في عصر ما يسمى بالأبيكور، يعني هو المحامي ده أساسا اسمه أبيكور. أبيكور باللغة الرومانية القديمة معناها المنوب عن استجلاب الحقوق. هؤلاء الأبيكوريين أو المحامين اللي في مصر دول المفروض أول ناس تتحاكم، مش القضاة. القاضي لما توصله الدعوة ويبص في قلب أوراقها يقوم دوره، لكن دور المحامي قبل دور ضابط الشرطة. دور المحامي انه لو شاف حاجه في المجتمع هو اللي يرفع الدعاوى بالادعاء العام. دور وكيل النيابه وهو ماشي في عربيته لو شاف حاجه ينزل يعمل ضبط، مش نستنى الداخليه المعرصه اللي كلها قوادين، وكلها تجار اثار، وكلها تجار مصالح، ومتساب لها البلد تحت ضمان ان الريس ما يسمعش اي قلاقل، بس اعملوا في الشعب اللي انتوا عايزينه. المواطن اللي كان بياخد على قفاه مره واحده ايام مبارك، لا، ادوا له على قفاه وخدوا كليته وفص كبد وقرنيه، وخيطوه وهاتوا مراته انتهكوا عرضها.
دي الشرطه دلوقتي. خلاص، الشرطه بيتاجروا في اعراض المصريين، الشرطه بتتاجر في اعضاء المصريين. هفتح لكم الملف ده، ملف في منتهى القذاره. الداخليه منوطه بالتجاره، الداخليه منوطه بالتجاره في اعضاء المصريين. اللي بيلم الناس والعيال من تحت الكباري وعلى القهاوي، والناس اللي نازلين من القطر في محطه مصر والكلام من ده، امناء شرطه ليهم عيال بيلموا الناس دي وبياخدوها يخدروها وبيشتروا اعضائهم. الكليه ب 500 جنيه. هنفتح لكم الملف ده بالاسامي، وهنقول لكم ازاي العرب بيشتغلوا في ده. يعني مش عرب الخليج جايين يشتروا مصر بس، عرب الخليج بيشتروا اعضاء اجساد المصريين بشكل رسمي بالتعاون مع النظام. بالتعاون مع النظام، النظام هو اللي بييسر لهم ده. ادارات الخليج العربي بتتعالج عندنا في مصر في مستشفيات معروفه بالاسم، تابعه للدوله وللمنظومه العليا الامنيه للدوله، لزرع الاعضاء من اجساد المصريين في مقابل الاموال اللي حضراتكم شايفينها بتندفع وبتقولوا بتتفرق على العسكر. هي ما بتتفرقش ببلاش، بتتفرق علشان قطر تبعت من عندها شويه يزرعوا كلى. بيبقى واحد عنده 70 75 سنه، بناخد كليه من شاب لسه في مبتدأ حياته ما كملش 20 سنه، بنحرمه من كليه ونديله 500 جنيه لانه غلبان مش لاقي. او هيخش السجن في شيك كتبه عشان يجيب غساله، او علشان يجيب مروحه في الصيف، او عشان يجيب طقم حلل لامه في عيد الام. بناخد منه كليه ب 500 جنيه، وبيجي عندنا مستشفياتنا التابعه للانظمه الامنيه العليا، يعني مستشفيات الجيش والمخابرات والمستشفيات الخاصه زي الدار الفؤاد وغيرها. بالعضو ده الكليه بتتنقل من شاب عنده 19 20 سنه غلبان لراجل فاضل له في العمر حسب كتاب ربنا سنتين ثلاثه. مين اللي بيعمل ده؟ امن دوله، ضباط امن دوله وضباط في الشرطه. من خلال مين؟ امناء الشرطه. حد فيكم بيفكر في ده؟ طب انا بقول لكم روحوا اقفوا قدام السفارات، بقول للمحامين المعرصين روحوا اقفوا قدام السفارات وانتوا ناس فاهمين قانون وعارفين يعني ايه ان انتوا تقفوا قدام سفاره وتمسكوا لوحه مكتوب عليها كفاكم شراء في مخدرات وفي مصر. طب ما تقفوا تقولوا لهم كفاكم شراء في اعضاء المصريين. بقول لكم المنظومه بتشتغل في كل حاجه. السفير الاماراتي مسكناه متلبس بتجاره الاثار، ما حدش حاكمه. محمد الامين تم تصفيته في السجن بعد ما خد عقوبه 3 سنين، اللي كان بيغتصب البنات اللي ايتام. عارفين اتصفى ليه محمد الامين؟ وقال لك ده عنده سرطان، وما عندوش سرطان ولا حاجه. انا عايز حد يعرض التقرير الطبي بتاعه، التقرير الطبي مضروب. محمد الامين برطم بان هو هيقول ان البنات الايتام دول كانوا بيتوزعوا ازاي على السلطه في مصر. انتوا عايزين ايه تاني يحرككم يا اولاد الوسخه؟ بكلم المصريين، انتوا عايزين ايه تاني يحرككم يا اولاد الوسخه؟ اذا كان اعراض اليتامى بيتاجر فيها من النظام، تحبوا نفتح ملف اعراض اليتامى والفقراء في مصر ازاي بيتاجر العسكر فيه؟ عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه يا اولاد الوسخه؟ بتدوروا لي على حضاره، رايح تقعد جنب الهرم تمسح طيزك؟ يا شرموط انت مالكش قيمه، انت معرص ماشي ورا محمد علي وماشي مع شويه خوالات على الكلاب هاوس يقول لك 11 11. يا شرموط يا ابن الوسخه، بكلم المواطن الديوس ابن الديوس المعرس اللقيط اللي شايف كل شيء بيتباع من العرض للجسم بيتقطع في اجسامنا والعرب بيشتروا. طب الارض قاعده، خليهم يشتروا والارض لسه قاعده، يبقوا يوروني ازاي هيقعدوا عليها. لكن تاخد كلوة تبني عشان هو فقير تديها لواحد قطري ولا لواحد اماراتي ولا لواحد سعودي ولا لواحد كويتي. وفين؟ فين؟ داخل مستشفيات الامن القومي المصري، داخل مستشفى المخابرات مستشفى وادي النيل، داخل مستشفى الجلاء العسكري. نفتح الملف يا سيسي، الملفات لسه كتير.
وأنت تعلم وابنك حودة يعلم إن الملفات دي كانت تحت إيدي، زي ما أنتوا تعلموا إن ملف صفقة القرن تحت إيدي، زي ما أنتوا تعلموا إن ملف العلاج في القوات المسلحة اللي أنتوا ما رضيتوش تعالجوا به المصريين، اللي هو علاجنا، علاج اللجنة العلمية والبحثية اللي أنا كنت برأسها، رفضتوا تعالجوا المصريين بعلاج حقيقي ولقحتوهم. نفتح نقول إيه تاني يا ريس؟ تحت أمرك. أنا لسه ما اتكلمتش في تفاصيل كتير في موضوع لقائك مع الرئيس الصيني، ولا لسه اتكلمت في لقاءاتك في المونديال، اتكلمتوا في ايه وعشان ايه وليه. انا كل حرصي على ان الجياع اللي انتم صنعتوهم وبقوا اسمهم شعوب، الجياع دول ما ياكلوش الحجر والمضر، وتروح الفئة اللي احنا بنشتغل عشانها اللي هم وقليل من الآخرين. ده صبري، ده سبب صبري. لكن الفئات المتعلمة بلاش الشعب الغلبان. حضرات السادة المحامين، حضراتكم مش ليكم دور ولا ايه؟ يا معرصين يا اولاد الكلب، يا معرصين يا اولاد الكلب اللي بتقسموا كل حاجه مع الامناء في المحكمه. ده انتم بتتبادلوا المخدرات مع الامناء في قاعات المحاكم يا شراميط. ادي محامين مصر وادي قضاء مصر. قضاء مين ومحامين مين ووساخه مين؟ حد هيطلع على السفاره الاماراتيه يقول لهم ما تشتروش؟ حد هيطلع على السفاره القطريه ويقول لهم كفايه تشتروا في اعضاء ولادنا في مستشفيات الجيش والامن القومي؟ لا، حد لما المواطن يا دكتور لا، رياض، ثانيه يا استاذ ايمن، ثانيه يا استاذ. انا محامي انا بتكلم كمحامي. المحامي اللي بيتكلم في الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بيتقبض عليه حالا. بيختفي قسريا فورا. يا ايمن انا عارف. اي بس المظاهرات يا ايمن بيختفي كان فيها قسريا. ده انا وده. محامي وعارف انت بتشتم المحامين كلهم يا دكتور رياض. يا ايمن يا ايمن احنا زينا انا زي اي فئه من يا المجتمع. ايمن ما الا من عندناش رحم حصانه ربي، ولا لينا صوت. الا من رحم ربي. لكن ما يا ايمن عندناش الاكثريه من المحامين كانوا في المظاهرات يا ايمن. احنا طلعنا مظاهرات عشان دي حاجه يعني حاجه مش هيقدروا هم يعترضوا عليها، حاجه بتمسنا احنا. لكن هنتكلم في اي وضع سياسي زينا زي اي حد في المجتمع. هنختفي قصريا الصبح. طب وياما هو ناس النيل ياما ناس فكره النيل بتقول يا لك استاذ الديكور يا ايمن ما ايمن، بيمسكش بيتكلموا. ايه يا يا دكتور رياض؟ ايمن ايه يا فكره دكتور؟ الديكور ان انت منوط بانك تدافع عن حقوق الناس راحت فين يا ايمن؟ نظام قضائي كله فاشل يا دكتور رياض. بتتكلم في نظام قضائي احنا اتولدنا واشتغلنا فيه. نظام قضائي كله فاشل. احنا ترس في النظام. اي حد بيشتغل محامي بيبقى ترس في النظام. ما حدش بيقدر يغير الكون يا دكتور رياض. احنا ترس في النظام. انا عارف هو ان انت النظام القضائي كله ايه اللي غلط في خليك غلط. ايه اللي خليك تشتغل في منظومه فاشله يعني؟ ايه اللي جبرك على كده ايه يعني؟ اللي جابني على كده؟ ان انا مش لاقي حاجه تانية. المفروض ان انا اقعد في البيت يعني ولا اعمل ايه؟ مش فاهم. لا، انت كان قدامك حاجات كتير يعني، حاجات بدل ما تبقى كتير زي محامي، ايه مثلا يعني؟ كان بدل ما قدامي. تبقى محامي دلدول كده عند القضاء وعند السلطه، تبقى تشتغل لك حاجه حلوه، طب تشوف لك دلدول شغلانه. ليه؟ انت بتشتغل ايه يا اللي مش دلدول؟ انا ما بشتغلش انا في حاجه عند الحكومه انا مثلا، ما ولا انت ولا بتشتغل. اشتغل ان شاء الله. انا بقول منين اللي قال لك ان انا بشتغل عند الحكومه؟ المحامي ده بيشتغل عند الحكومه؟ يا استاذ ماشي، يا بس استاذ انت يا ثانيه يا دخلت ممدوح، يا ممدوح، انت منظومه. دلوقتي بتتفرع في اصبر. حاجات مش هتفيد. يا استاذ ايمن، يا استاذ ايمن، انت، انا فاهم وجهه نظرك. انت دلوقتي قلت انا نزلت في حاجه مش هتضر النظام. انا نزلت لما حسيت اللي جيبي هيتضر. تمام. طب انت او الضرر جاي عليك كشخص موجود في الدوله دي. تمام. طب هو الضرر مش جاي عليك من كل اللي بيحصل في البلد دي؟ يعني الضرر مش ضرر جاي على عليك الناس من كلها دي؟ يا استاذ. ضرر على الناس كلها. طب ماشي. لكن انت طب بتتكلم المحامي ينزل يتكلم في حاجه سياسيه زيه زي اي مواطن عادي. لا ليه حصانه ولا ليه سلطه. بكره الصبح ايه؟ بكره ايه؟ بعدها ب5 دقائق محدش هيعرف له طريق. زيه زي اي مواطن عادي خالص. المحامي مالوش يعني سلطه ولا ليه انت حصانه ولا نزلت ليه بس اي حاجه. عشان الضرر الشخصي، لكن الضرر اللي على البلد كلها، اللي على الضرر اولادك وعلى الشخصي ده مش هيقدر هو يتكلم فيه. ده في ناس كتير جدا. كل المحامين تقريبا نزلوا. لكن مين اللي هينزل يطالب بالحقوق دلوقتي؟ قول للشعب كله. ما تقولش للمحامين بس. قول للشعب كله ينزل. قول للشعب كله ينزل. ما تقولش المحامين. ما تختصش المحامين.
كفئه، فئه ضعيفه محطوط عليها زيها زي اي نظام، بتحاول تعيش، فئه بتحاول تعيش زيها زي، طبعا فرق كبير جدا من المحامين والقضاه وكلاء النيابه والناس دي. يا احنا فندم فئه مقبوله وضعيفه. المحامي ده بالنسبة لي يعني أكتر واحد فاسد في البلد ديت. يعني هو شوف لو قضية حتى لو هتخسرها بيقول لك ده أنا هكسبها لك وأنا هعملها لك. لا، أكبر غشاش المحامي دوت ده في نظري على العلم يعني. انت بتشتغل ايه؟ طب قول لي انت بتشتغل ايه وانا اقول لك مهنتك فيها كم البلاوي برضه يعني. قول لي بتشتغل ايه؟ والله يا أستاذ زي ما بقول لك ايوه. كده، طب أنا رافع قضية على واحد، المهم قال لك حتى 2000 انا جنيه ماليش دعوه وارفع ان لك في محامين قضية. نصابين، في محامين بساعات نصابين وفي بيدفع دكاتره نصابين بساعات وفي مهندسين نصابين، في كل حاجه يعني. 5000 وواحد نصب عليا. مفيش بساعات دكاتره بيقتلوا الناس وبيتاجروا في صعب الاعضاء؟ 5000 مفيش وما عملش مهندسين حاجة. بيبنوا مباني غلط وبتقع على دماغ الناس اللي عايشين فيها؟ كل فئه فيها الحلو والوحش يا استاذ. يا أستاذ في محاميين برضه، يعني لو ما كانش يجي يعايد عليك كده في أثناء العيد، حتى لو مسك لك قضية نفقة كده، اشتغل ما اشتغلش بيبقى عايز يسحب منك وخلاص. كأن المواطن دوت يعني عنده بالنسبة له بنك أو حاجة، في مانيش عارف. فئة يا أستاذ زي أي فئة في المجتمع، فيها الصالح وفيها اه الطالح. في دكاترة بيشتغلوا في الأعضاء وبيموتوا المرضى، في مهندسين بيبنوا عماير بتقع فوق الناس، في مقاولين نفس الحكاية، غشاشين بيبنوا عماير وبتقع فوق دماغ الناس. فئة زي أي فئة، مش كل الناس زي بعضها، صوابعك مش زي بعضها. أمال وكلاء النيابة إيه؟ اللي بيتعينوا بالواسطة، والقضاة اللي ما بيعرفوش أساسا يقروا ويكتبوا الأحكام، بيكتبوا الأحكام غلط. تخيل قاضي بيكتب حكم غلط، يعني أنت بتتكلم في إيه؟ انت شايف الحل ايه يا استاذ من أنا موافق متفق معاكم. احنا سمعنا ابننا الاستاذ ايمن، وفهمنا مم. وجهة نظره. واحنا كده بنتكلم طبعا في مجتمع زي ما هو قال وزي ما احنا بنقول، احنا اعتقد مش مختلفين، مجتمع بالكلية. حتى الفئات النوعية اللي فيه لا تصلح انها تقوم بحاجة لوحدها. ده كلام ابني الاستاذ ايمن. تمام. انا بقول ابني لان استاذ ايمن طبعا انا عندي تمام 60 سنة، تمام فاكيد تمام استاذ كمل. من سن. اه فبالتالي الكلام اللي المنظور بيتكلم منه الاستاذ ايمن، ما هو ذات المنظور لاي حد بيتكلم في المجتمع يا جماعه. بان احنا انا لوحدي ما اقدرش، احنا مع بعض. احنا مع بعض دي يبقى احنا مستنيين الكل. صعب. وبعدين لو تفتكروا ادم دايما يقول ايه ادم؟ يقول لك احنا مش هيقوم لنا قومه، ركزوا من فضلكم لو سمحتم، الا لو العرب دول اتخلصنا منهم. ايوه، لان دول الادوات. الغرب بيشتغل عليك بالعرب، الغرب بيشتغل على فكرة الإسلام بالميليشيات. الغرب هو اللي عامل كل الميليشيات انت تقصد داخل الجزيرة العربية الإسلام. بالأخص مش كده؟ تقصد الجزيرة العربية بالأخص. الجزيرة الخليج يا أنا ممدوح، خليه بقصد يكمل يا ممدوح، مجلس خليه يكمل. التعاون الخليجي تحديدا. مجلس التعاون الخليجي دايما ادم يكرر يقول لك مصر ملهاش، مش هتتصلح ولا الامه دي هتتصلح من غير ما اولاد الكلب دول نشوف حل معاهم. بالفعل ليه انت كده مسكت ايه؟ مسكت راس المطرق او المطرقه. الاول احجب راس المطرقه عن الطرق، وبعدين بص للايد اللي ماسكه المطرقه. الايد اللي ماسكه المطرقه الغرب بمصالحه ما بيخشش معاك ابدا في مشاكل، بالعكس يقول لك لا لا لا، مصر عينينا لمصر، حقوق انسان، ما فيش احسن من كده. السيسي راجل ناجح، ده في الاخر هو بيضرب في الشعب من خلال مطارق العرب، اصحاب الجاز، اصحاب الجاز. فانت ادم بيقول لك دول لازم نخلص منهم، وانا بقول لك دول لازم نخلص منهم، وبنقول لك طريقه الخلاص. مش بنقول لك، الناس بتقول لك انت دايما تتكلم، لا بنقول لك طريقه الخلاص. العرب دول حاطين عندك استثمارات، هل حد ادنى هتمنع ابنك يشتغل في استثماراتهم؟ مش هتعمل ده، لان انت يهمك الدخل اللي بيجيبه ابنك عشان تتقوته وتعيشه. تمام. طيب، هل بلاش نقول المحامي، هل المصري عندهم استعداد يروح منهم حبة أيا ما كان عددهم وأيا ما كان صفاتهم، يقفوا قدام سفارات العرب، سفارات مجلس التعاون الخليجي، ويقولوا لهم كفاية، كفاية بيع وشراء في عرضنا وأرضنا وأجسادنا؟ هل ده مطلب صعب؟ طب إذا كان ده مطلب صعب، عايزين مننا إيه؟ بتطالبونا بإيه؟
كل لا واحد يبعت يقول لي الحل ولابد الحل من الحل الحل. اهانته يا دكتور. يعني الخليجي اللي بينزل كده بشنطته عشان يروح يفجر في شارع الهرم، ده من اول ما ينزل من الطياره انت واخد بالك ده لازم ينضرب ويتهان. يا بنت انا كل شفت الخليجيين اللي الضابط ينزلوا مصر الجمارك بيعامله ازاي عشان يديله ازازه عطر. انت ما شفت لا، السواق التاكسي وهو بيسحب الشنطه من تحت ايده؟ اسكت. وعمال يقول له سمو الامير وسمو مش عارف ايه. وهو بقى دي بقى العقليه المتخلفه، عقليه العبيد دي لازم تتغير. المواطن الخليجي ابن الوسخه ده اول ما ينزل ده لازم يحس بالاهانه، ده لازم تهينه هو وتضربه وتاخد كلامك صح، فلوسه. كلامك صح. هو بيهينك وبيتاجر في عرضك وفي اعضاء جسمك وفي ارضك وفي قناتك وفي نيلك. في سد النهضه بيموله، انت بتقابله بابتسامه عرضها الشارع. ليه؟ انت عينك على الكام ريال اللي في جيبه. ليه؟ لان انا اسف، انت دايوس. خلصت. يا دكتور رياض، سيدنا عمر بن العاص لما جه فتح مصر، سيدنا عمرو بن الخطاب بعت له قال له كيف أحوال مصر؟ قال له كلمة، والكلمة لحد دلوقتي لا زالت هي الحقيقة. كل شعب وليه صفات، وكل أمة وليها صفات، والصفات دي بتبقى دايما فيها من أبد قبل الخليقة ما يعني. تكمل يا صدام. ايهم، اللي انت هتقوله غير صحيح. المقوله اللي منسوبه لعمرو بن العاص على مصر غير صحيحه، غير صحيحه بالمره. طب يا أستاذ مومو، هل في حد عبد إنسان في التاريخ كله إلا المصريين؟ المصريين كانوا بيعبدوا الفرعون، الاشوريين والكنعانيين والناس دي كلها كان عندها آلهة، حتى لو آلهة من الحجر. المصريين كانوا بيعبدوا إله بيدخل الحمام. المصريين طول عمرهم المصريين بيعبدوا شعب خادع الأجسام. للأسف. احنا لا طول لا عمرنا لا شعب لا خادع. لا، البابليين عبدوا النمروز. لا لا لا، الحضارات موجود فيها يا ايمن، موجود. يا دكتور رياض، المقصود ان احنا فعلا المقولة دي حتى لو هي مش صحيحة فهي بتوصف الحال. مصر عجب ونساءها لعب وإجالها لمن غلب، مات الملك عاش الملك. ده الوضع ده، الكلمة دي اتقالت من 1000 و2000 سنة، 1400 سنة و1500 سنة، ولحد دلوقتي هي بتوصف الوضع. ايه اللي اتغير؟ حتى لو هي مش صحيحة، الكلام ده مش حقيقي، مش بيوصف الوضع الحالي اللي احنا فيه. مصر عجب ونساءها لعب ورجالها لمن غلب. كلام غلط ولا صح؟ دلوقتي لو السيسي وزع اكل على الناس ببلاش، ولا وزع مرتبات، ولا اي حاجه، اي حاجه هبله خالص عبيطه، مش هتاثر فيه. الناس هتعمل ايه؟ الناس هتفرح وهتنسى وهتقول السيسي ده افضل رئيس جه في مصر يا واحسن ابني رئيس يا ابني ده بيوزع الناس كلام هتعملها بيرقصوا له. يا ابني بيوزع كلام بيرقصوا له، مش محتاج يوزع حاجه. برضه يا دكتور رياض، الغلط مش على الشعب. الشعب اتعمل له 3 حاجات، وال3 حاجات دول لو اتعملوا في أي دولة في الدنيا لازم توصل لأسوأ من اللي إحنا وصلنا له: الفقر والجهل والمرض. إحنا تم إفقارنا وتم إجهالنا وتم إمراضنا بصفة عمدية وبطريقة عمدية. فأنت مستني إيه من ناس مرضى وفقراء وجهلة، مش عارفين حاجة في السياسة، مش عارفين حاجة في الدين، مش عارفين حاجة في التاريخ، مش عارفين مرضى على طول المرض ماسكهم، كل اكل فيه مرض، الجهل منتشر في كل حته، الناس مش عارفه يعني ايه اساسا الدين والسياسه. يا عم اللي يمسك يمسك، المهم احنا عايشين، المهم احنا عايشين، المهم بناكل ونشرب. دي احمد ربنا انك بتاكل وتشرب، دي على لسان كل المصريين دلوقتي. احمد ربنا انك بتاكل وتشرب. ده بقى اقصى طموح المصريين. مش هقول برضو ان اللوم كله عليهم، الناس تم افقارهم واجهالهم وامراضهم عمدا. فالحمد لله ان احنا لسه عايشين، اساسا ان في 100 مليون لسه عايشين على الارض النجسه دي اللي احنا فيها. لا لا لا، انا ما اقدرش اقول ابدا ان انت تسكت 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 وبعدين في الاخر انا اجي اقول كتر خيرك وانت مش مطالب بشيء. لا، ما انت سكوتك هو اللي بيرقم عليك كل ده. كل اللي انت قلته يا ايمن مظبوط، ان انت اصبحت في مفيش علم، مفيش صحه، مفيش اكل، مفيش كرامه، مفيش رجوله، مفيش اي حاجه خالص. انت كل ده حصل لما انت سكت على اول مره وتاني مره وتالت مره. انت ساكت. السكوت ده كمل بقى ساكت. كمل ساكت خلاص، انت ما عندكش غير الحل ده. كمل ساكت بس، شكرا. طب وبرضه المشكله في رجال الدين اللي يعني بيأصلوا له اللي هو بيعمله. ما هو ده برضه، ما هي الناس عندنا مش عارفه. ما هي ممكن لو الدين واصل لها صح، يعني شيوخ الدين ولاد الوسخه اللي بيطلعوا كل يوم على الاعلام يدلسوا على الناس، يعني بيقولوا لهم الانبطاح والفقر واللي احنا فيه ده كويس، ده حلو. ما هو الناس برضه بتصدق لو مش هتصدق احمد موسى وعمرو اديب وولاد الوسخه دول، بيصدقوا بقى خالد الجندي بقى والشيوخ ولاد الوسخه المنافقين اللي بيدلسوا على الناس ليل نهار. فخلوهم برضه منبطحين.
انا شايف برضو ان الشعب ده برضو في ناس كتير جايه عليه. ليه ما سالتش نفسك ليه الشعب ده مش بينزل؟ ما هو الشعب ده اتحارب في كل شيء، اتحارب في دينه، اتحارب في تعليمه، اتحارب في صحته، اتحارب في كل شيء. فهو ما فيش حد بيوصل له المعلومه صح. اه في ناس ضد السيسي، بس هل الناس دي مش بتنزل ليه؟ في حاجه كده، في طيب تويست كده طيب لازم نقف عليه. ببساطه، ماشي ببساطه، الشعب ده انت نبهته اهو، قلت له انت خلي بالك يا شعب مضحوك عليك وملعوب في ايديولوجيه تفكيرك و انا طلبت مطلب بسيط